اللي كيحس في النفس هو العالم الظالم المتجبر، ناسي خلافاته الجوهريه في الاصول ومركز مع اباده خوتي وخوتك في السودان وغزه بكل الطرق، وحنا مركزين مع الموسيقى كانها هي الحل هذا الذل اللي حنا فيه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. والمراء هو الجدال. يوتيوب المنصه التابعه لجوجل اللي كاملين كنعرفوها حاليا راها كتمسح في مئات المقاطع والتحقيقات والوثائقيات، وكتمسح قنوات كبرى بسبب الدعم ديالها للقضيه ديال خوتنا ونشر المقاطع لهم. ما باغينش يشوفوا ما اقترفت ايديهم، باغيين الناس تنسى حيت راهم مراهنين وعارفين ان ذاكره العوام 7 ايام. فاللي علينا هو نوقفوا لهم في هذا الطريق. والله قدرنا ما ننساوش مآسي خوتي وخوت ونفكروا بها غيرنا. ونبداو مع هذا المشهد. عقلتوا على هذا البند؟ هل تتذكرون هذه الفتاة المكلومة المقهورة المطرودة قسرا من دارها؟ أتتذكرون هذا البنت اللي تنزح بألم وما عارفة فين تمشي، وفجأة تفكرت خوها المقعد اللي ما قدرش يتحرك، وفين يتحرك وكل شيء مدمر وكل شيء مهدم، وفين الوالدين وفين المعين وفين الإخوة في الدين وفين السند. البنت في عمر الزهور هز حمل 3 ديال الأرواح، هز هم الرجال اللي كيقولوا رجال ما قادرينش عليه في مكان كغزة. وهذا أخي الحبيب مشهد واحد وبسيط جدا وغير الآلاف من المشاهد عن أناس مستضعفين في أرضهم على مرأى من العالم اللي كيتفرج فيهم في حلة كيتفرج في مسلسل. أنا صراحة ما عارفش مصير هذا البنت ومصير إخوتها، واش حية ترزق في الدنيا ولا حية منعمة في جنات النعيم؟ اللي عارف خبرها يقول لنا، واللي في راسه مشاهد أخرى أو شخصيات أخرى يكتب لنا نديروا عليها حلقة ونفكروا بها. عباد الله والسلام عليكم.